الناس اللي داخله تقول لي انت بعد هزيمه الاهلي طالع تتكلم على الزمالك ليه وبتقول الزملكاويه ليه وبتجيب سيره الزملكاويه؟ والله انا ما جبت سيره الزملكاويه غير لما الزملكاويه نفسهم طلعوا يحفلوا على الاهلي. انت اتجننت يا ابني؟ بتحفل على مين؟ روح اتشطر على المحل، روح اتشطر على فاكو اللي اداك حقن في العضل لما اتهريت، حفل على الاهلي اللي اتغلب من ريال مدريد في كاس العالم للانديه وانت لسه بتلعب في مناخيرك. ما حد يقول لي انت بتجيب سيره الزمالك ليه؟ روح شوف الواد ابراهيم شيكا اللي مطرود من نادي الزمالك طالع بيحفل على الاهلي بيقول ايه؟ احترموا نفسكم الاول، وادي شهاده واحد زملكاوي بالكلام بتاعكم يا جماعه. النادي الاهلي بيخسر من ريال مدريد، ركز معايا، ريال مدريد في كاس العالم للانديه. حلو حلو. اللي مش حلو بقى بعض جمهور الزمالك دلوقتي بيحفل على جمهور الاهلي وعلى النادي الاهلي لمجرد انه خسر من ريال مدريد في كاس العالم للانديه. انت متخيل معايا احنا وصلنا لفين؟ هتقول لي عادي يا كابتن التحفيل ده كره القدم. هقول لك عادي لو احنا الاثنين في بطوله واحده، يعني مثلا انا كسبت الدوري وهو خسر فانا هحفل عليه، هو كسب الدوري وانا كسبت فهو يحفل عليا، لكن بطوله الزمالك ما شاركش فيها، الزمالك عمره ما لعب فيها، والاهلي يخسر من ريال مدريد في نصف نهائي، ده مش طبيعي يا جماعه. ما تبقاش نجح يا عم انت وهو، يعني انا لسه خسران من فرق 3 وانا هحفل على الاهلي خسر من ريال مدريد 4. والله العظيم عيب. انت عارف احنا عاملين زي مين؟ عاملين زي واخد دكتوراه او ماجستير وانت سايق اعداديه بتقول انت ما جبتش امتياز، انت جبت جيد جدا. يا عم هو فين وانت فين؟ اظن كده الرساله وصلت يا جماعه. انتوا اللي بداتوا الاول بالتحفيل على الاهلي، فمحدش يرجع يزعل لما نتكلم كلمه عليكم، لان انتوا اللي بداتوا. الزمالك لما بيلعب مع اي دوله ولا مع اي فريق بره احنا بنشجعه والاهلي بيقف معاه. املنا ان احنا بكره نشجعكم قدام الجزائر، بس انتوا اللي بتعملوا فينا كده، انتوا اللي بتعملوا في الاهلي كده. الاهلي عمره ما بدا معاكم بالطريقه بتاعتكم، انتوا اللي بتستفزوا جمهور الاهلي ان يعمل معاكم كده. يا جماعه احنا بلد واحده، ما ينفعش اللي بتعملوه ده والله العظيم. جمهور الزمالك ما ينفعش اللي انت بتعمله، ما ينفعش تبقى على راسك بطحه، ما ينفعش يبقى بيتك بالازاز وتحدي في النادي الاهلي بالطوب. عيب كده يا اخوانا.